لو انت شايف نفسك من الناس اللي عقلها مش بيبطل تفكير في كل حاجة، وعقلك مش بيبطل تفكير في كل تفصيلة بتحصل حواليك، وتلاقي نفسك كده بتقعد بالساعات تفكر في موضوع معين لدرجة انه ده بقى معطل حياتك، لقيت لك الحل. بس قبل ما اقولك ما تنساش تتأكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب على اليوتيوب، ويلا بينا. في الجزئية دي هقولك على 5 خطوات نفسية لو طبقتها اوعدك انك هتتخلص من التفكير الزيادة، وده بمنتهى السهولة كمان. في البداية يا صديقي لازم تعرف انك بما انك تعاني من مشكلة التفكير الزيادة، فانت هنا بنسبة 100% بتعاني من مشكلة التفكير السلبي. لانك ببساطة لو كنت بتفكر بشكل ايجابي عمرك ما كنت هتعاني من مشكلة التفكير الزيادة. اول خطوة هتساعدك انك تتخلص من مشكلة التفكير الزيادة واللي بينصح بيها خبراء علم النفس، هي فكرة انك تخلي الموضوع اللي انت بتفكر فيه كتير جدا ده يبقى في مكانه الصح، وتسأل نفسك سؤال واحد بس: هل الموضوع اللي انت بتفكر فيه كتير قوي دلوقتي ده هيبقى مهم جدا من بعد 6 شهور او سنة؟ هل هيأثر عليك مدى الحياة ولا تأثيره هيكون مؤقت؟ خلينا نفترض انك بتفكر تفكير زيادة جدا في وظيفة معينة، فاسأل نفسك: هل الوظيفة دي هتستمر فيها مدى الحياة؟ لو كانت اجابتك فده معناه انك لازم تفكر فيها فعلا، وده معناه ان تفكيرك كويس. ولكن لو كانت اجابتك لا، فده معناه ان الوظيفة دي ما تستاهلش منك التفكير ده كله، انت بس بتضيع وقتك. لو كنت بتعاني من التفكير الزيادة في موضوع شكلك، جسمك، تخنك، رفعك، عايزك تسأل نفسك سؤال بسيط: هل الموضوع ده هيهمك بعد 6 شهور من دلوقتي ولا لا؟ لو كنت بتعاني من علاقة معينة وبتفكر فيها بشكل زايد جدا، من المهم جدا انك تسأل نفسك سؤال: العلاقة دي علاقة دايمة ولا مؤقتة؟ هل في حاجة بتوحي ان الموضوع اللي انت بتفكر فيه ده دلوقتي هيكون مهم بالنسبة ليك بعد 6 شهور او حتى بعد سنة او حتى بعد 5 سنين، ولا هو بس موضوع مؤقت؟ اذا كانت اجابتك انه موضوع مؤقت فهتلاقي نفسيتك ارتاحت جدا، وهتلاقي تفكيرك في الموضوع ده بدأ يقل بالتدريج. ولكن لو كانت اجابتك في الموضوع ده انه مهم جدا بالنسبة لي، فهو مهم لانه هيأثر على حياتي، فده معناه انك محتاج تعمل الخطوة التانية. الخطوة التانية علشان تتخلص من التفكير الزيادة هو انك محتاج تحط وقت معين لاتخاذ القرار. يعني مثلا انا بعاني من مشكلة في التفكير الزيادة بخصوص شغلي، او بعاني من التفكير الزيادة في علاقتي بالشخص اللي انا مرتبط بيه، فكل اللي انا هعمله دلوقتي ان هقول لنفسي: تمام، خلال 5 ايام من دلوقتي انا هاخد قرار نهائي بخصوص الموضوع ده، بخصوص الشغل ده، سواء كنت هتستمر فيه او هتسيبه. خلال 5 ايام بالظبط هاخد قرار نهائي في العلاقة دي، سواء هكمل فيها او مش هكمل. المهم انك تحدد وقت بالظبط تقرر فيه هتعمل ايه في الموضوع ده، هتكمل ولا مش هتكمل. لانه لازم تعرف كويس جدا انه اكتر حاجة تخليك تبطل تفكير في موضوع معين هي فكرة انك متردد، هو فكرة انك مش عارف ايه اللي انت هتعمله او امتى هتعمله اصلا. ولكن لما تحصر نفسك بتوقيت او بمدة معينة، فده هيخليك تجبر نفسك على انك تاخد قرار بخصوص الموضوع اللي شاغل بالك ده. بالتالي بمجرد من انك هتاخد القرار فده هيخليك تتخلص من التفكير الزيادة. طب لو انت لقيت نفسك مش قادر تاخد قرار في الموضوع اللي شاغل بالك ده، فهنا لازم تستخدم الخطوة الثالثة علشان تتخلص من التفكير الزيادة.